ينتبه إلى أنه إذا كان يريد أن يعتمر لأحد، لأبيه أو لأخيه أو لأمه أو لصديقه أو ليكون، طيب لا تكون العمرة في سفرة واحدة، يعني يعتمر لنفسه ثم يذهب إلى التنعيم ويأتي عمرة ثانية، لا، هذا خلاف السنة. السنة أن تكون السفرة كلها لذلك الرجل، يعني من هنا طالع لبيك عمرة عن أبي، ما يروح يعتمر عن نفسه بعده، له أجر البر بس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا وجاء إلى عمرة القضاء ما اعتمر مرتين، هي عمرة واحدة. والصحابة رضي الله عنهم لما جاء كذا عمرة واحدة، ما ذهبوا التنعيم ورجعوا، وإنما فعلت هذا عائشة رضي الله عنها لأنها حاضت وكانت يعني قارنة أو متمتعة، ثم حاضت فلم تستطع أن فأذن لها النبي أن تعتمر، لذلك سميها أهل العلم عمرة الحائض، يسمونها عمرة الحائض. فمن السنة أنك تعتمر بالسفرة عمرة واحدة، هذه الأصل، وإما أن تعتمرها لك وأنت تعتمرها عن غيرك إذا كنت اعتمرت عن نفسك. لكن لو واحد سواها واعتمر، يعني اعتمر ثم راح للتنعيم، إن شاء الله العمرة صحيحة، لكن خلاف السنة، واتباع السنة أفضل. طيب.